ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم. الناس محتارة دلوقتي هنجيب كحك منين وانهي احلى عشان الاسعار غالية، فلازم نبقى عارفين ده. طب يا ترى هيطلع حلو هيطلع وحش؟ هعمل لكم النهاردة مقارنة سريعة من اكبر واشهر محلين كحك وبسكوت دلوقتي على الساحة وكمان احلاهم. تعالوا نشوف مين الكحك والبيتي فور بتاعه احلى ومين البسكوت احلى. تعالوا نشوف. ده كده شكل العلبة بتاعة تسبس، شكلها شيك قوي وكمان فيها شريطة ستان كده بتتمسك منها، مش محتاجة تحطيها في شنطة او يحطها لك في شنطة. وطبعا العلبة دي مش جاهزة، انتي بتنقي الباكت اللي انتي عايزاها، بتشكلي اللي انتي عايزاه، عايزة بسكوت عايزة كحك عايزة اي حاجة، وهو بيحطها لك جوه العلبة المناسبة للعدد او الكمية اللي انتي جايباها. في علب من اكبر من كده وفي علب اصغر على حسب عدد الباكت اللي انتي جايباه. وغالبا الباكت دي بتعمل يا 250 جرام يا 300 جرام. اسعاره هنتكلم في كل التفاصيل. ده شكل التغليف بتاع اتوال عامل علب، كل علبة يا اما علب مشكلة يا اما علبة، كل علبة نوع معين، والعلبة عاملة يا اما نص كيلو يا اما كيلو، فانتي بتختاري اللي انتي عايزاه. وكل علبة كده جواها، مثلا دي علبة بسكوت جواها البسكوت متغلف في باكيتات كده رفيعة صغيرة، كل نص كيلو في 4 باكيتات بسكوت او بيتي فور او كحك. وبرضو عاملهم كده، بس صراحة مش بيحطها لك في علبة في الآخر، هو بيحطها لك في شنطة، يعني لو انت جايبة الانصاص دي. لكن لو انت جايبة علبة مشكلة بتبقى طبعا في علبة كده كبيرة. لكن لو انت عملتي الباكيتات اللي انت عايزاها او النص كيلو كيلو، انت اخترتي اللي انت عايزاه، بيحطها لك في شنطة عادية كده خالص. فده كده شكل تغليف اتوال، والتاني شكل تغليف تسبس. وطبعا استحالة انسى كوباية الشاي في الحلقة دي بالذات. وهنا دي علبة البيتي فور بتاعة اتوال، علبة ميكس، يعني نصها شوكولاتة ونصها بيتي فور فانيليا، وكمان في بيتي فور متغلف كده بالشوكولاتة اللي هي البيضة والسودا، الشوكولاتة السايحة يعني. بيجي كده كل تمن أو كل تمانية بيتي فور متغلفين في باكت واحدة. هي العلبة كلها 32 قطعة، اللي هي يعني بما يعادل نص كيلو، سعرها 150 جنيه. زي ما انتوا شايفين ده شكل البيتي فور، ملزوقة مش بمربى اللي هي كريمة الزبدة، ملزوقة بيها وعليها يا إما لوزاية أو بندقية صغيرة. تعالوا ندوقها كده ونشوف. البجوفراية حلوة وسط، يعني مش واو ومش ناعمة قوي ومش في نفس الوقت مش خشنة يعني. طبعا ما فيهاش مربى، هي ملزوقة بكريمة الزبدة دي، فهي تعتبر بالنسبة لي وسط. ده كان شكل البيتي فور بتاع تسبس. العلبة بتبقى ب250 أو 300 جرام، هما قايلين كده. بتبقى 16 قطعة، عاملة دي عاملة 85 جنيه، سواء بيتي فور أبيض أو بيتي فور شوكولاتة. تعالوا نشوف. طبعا مش ملزوقة، هي طبقة واحدة بس وفيها مربى وعليها بسكوت شوكولاتة مكسر كده لازقينه بيها. البيتي فوراية برضو بالنسبة لي هي أخشن سنة من بيتي فور اتوال، وسط، طعمها وسط برضو، مش طعم البيتي فور الحلو ده بتاع زمان اللي ريحة الزبدة منعماه مع الميكس المربى والمكسرات. هو ده البيتي فور بالنسبة لي، بس للأسف أنا ما بقتش ألاقيه في أي محل بيعمله بالشكل ده. ده بالنسبة لبيتي فور الأبيض. بيتي فور الشوكولاتة بقى، ده بيتي فور الشوكولاتة بتاع اتوال برضو، اللي هو ب150 جنيه النص كيلو، 32 قطعة في العلبة. العلبة الكيلو 64 قطعة ب300 جنيه. ده بيبقى شكلها عليها بندقية أو عليها لوزاية، وبرضو محشية من النص بكريمة الزبدة. المربى بتبقى أطعم بكتير قوي مع البيتي فور، مش عارفة ليه محدش بقى يعملها بالشكل ده. هنا برضو البيتيفوراية وسط، مش ناعمة قوي ومش خشنة، بالإضافة إن الكاكاو مديها نشوفية شوية زيادة، وطعم الكاكاو واضح طبعا فيها.
ده البيتي فور الشوكولاتة بتاع تسبس، العلبة زي ما قلنا 250 ل 300 جرام أي علبة. البيتي فور الشوكولاتة بيبقى عدد القطع جواه 16 قطعة، برضو عاملين 85 جنيه. لوحدها كده مش ملزوقة ولا أي حاجة، هي بس من على الجنب كده عليها المربى ورشة بسكوت كده مكسر بالكاكاو. تعالوا ندوقها كده. برضو البتيفوراية وسط، الكاكاو باين قوي فيها، مدي سنة مرارة كده بسيطة، او اللي هو تحس ان هو كاكاو دارك، يعني طعم الدارك كده اللي هو ما فيهوش سكر ولا حاجة. بس وهنا كان لازم اشرب كمان كوباية شاي تانية بس اكبر بقى. تعالوا بقى نشوف الكحك. هنا ده كحك اتوال برضو متغلف بنفس الطريقة، وبيجي معاه كيس السكر لكل باكت صغيرة كده، كيس سكر. هي العلبة بيبقى فيها برضو 4 باكت اللي هي نص كيلو، بتبقى 24 قطعة وسعرها عامل 120 جنيه. بصوا هنا الكحكاية شكلها ناعم، لونها فاتح قوي، خفيفة كده مش تقيلة يعني. بصوا درجة سواها من ورا حلوة، شكلها حلو صراحة. تعالوا نشوف بقى طعمها هيبقى عامل ازاي، بس هضيف لها السكر. هنا كحك اتوال السادة والملبن والعجوة والعجمية بنفس السعر، 120 جنيه النص كيلو، والكيلو ب230 جنيه. النص كيلو عامل 24 قطعة، والكيلو عامل 48 قطعة. لا بجد حلوة يعني، بصوا طعمها حلو، ناعمة قوي. الناس اللي بتحب الكحك دايب كده ناعمة. كلتها اساسا ما قفلتنيش يعني، انا ما كملتش البيتي فور، بس الكحكاية حلوة. لا حلوة قوي، وريحتها حلوة وطعمها حلو، ناعمة كمان كده، ما بتضايقكيش وانتي بتاكلي، ما تحسيش ان انتي عايزة تشربي مية او تشربي معاها حاجة. حلوة قوي يعني، انا ممكن اخلص العلبة لوحدي وانا قاعدة. ده الكحك بتاع تسبس، شكله المعروف طبعا، سواء كحك سادة او كحك ملبن عند تسبس. الباكت دي عاملة 14 قطعة وسعرها 95 جنيه، وزنها تقريبا 300 جرام او 250. درجة سواها طبعا السنة دي حلوة قوي، كان في سنة وقع منهم التسوية كده وكان غامق، بس درجة التسوية السنة دي انا شايفاها مظبوطة. بيديكي برضو علبة، كيس قصدي سكر بودرة كده عشان الكحك انتي تضيفيه زي ما انتي عايزة. تعالوا نشوف طعمها عامل ازاي. الكحكاية حلوة وبرضه من جوه بصوا فاتحة ازاي، بجد. الناس اللي بتحب تسبس ليه نكهة كده في الكحك تحديدا حلوة قوي يعني، مش عارفة دي ريحة كحك ولا مكون مثلا قرفة قرنفل، هو في نكهة كده، الناس المجربة تسبس عارفاها، بتخلي طعم الكحكة حلو قوي. هو مش ناعم قوي زي اتوال، لكن هو طعمه كحكاية وريحة الزبدة باينة فيه. هو اخشن شوية من اتوال بس مش اللي مدزهقك برضو، لا حلو طعمه حلو، والكحكاية كده محترمة يعني. بصوا مقطعه مش ناشفة، بصوا حتى من الأطراف عملت ازاي، مش ناشفة خالص ومن جوه فاتحة. والنكهة بتاعته دي بتودي برضو الكحك هو يبقى مميز بالكحك بتاعه ده، وصراحة كل سنة نفس النكهة. فالسنة دي تسبس الكحك شكله حلو قوي. اتوال برضو كحكه بقى الناس اللي بتحبه دايب قوي كده وممكن يخلصوا العلبة وهم قاعدين، ده كحك اتوال. فصراحة الاتنين حلوين جدا جدا جدا. فاضل معانا تقييم البسكوت. وهنا ده البسكوت البرتقال بتاع تسبس، الباكت دي عاملة 20 قطعة، عاملة 75 جنيه. ده شكل البسكوت بتاع تسبس. لونه حلو، سواية درجة سواية برضو مظبوطة. تعالوا نشوف بقى طعمه هيبقى عامل ازاي. بسكوت البرتقال بتاع تسبس بيبقى ليه مأخذ عليه كل سنة ان هو سكره بيبقى زيادة، وكمان بيبقى سنة ناشف، لكن نكهة البرتقال فيه قوية. طعمه حلو، بس هو بس سكره زيادة شوية. بسكوت البرتقال بقى بتاع اتوال برضو نفس الباكت دي، 4 باكت في العلبة اللي هي نص كيلو، بتبقى عاملة البسكوت النشادر 110 النص كيلو 32 قطعة، وبسكوت البرتقال 115 32 قطعة برضو النص
كيلو. أرفع شوية من بسكوت تسبس. آه، السكر بتاعها حلو مظبوط، نكهة البرتقان برضو مش قوية قوي، مظبوطة. خفيف شوية عن بتاع تسبس. بصوا ده أصغر، شكل إتوال أصغر من تسبس. تسبس البسكوتية أتخن شوية وأنشف شوية. وده بسكوت الشوكولاتة بتاع تسبس. نفس هو شبه بتاع البرتقان. بيعملها تخينة شوية البسكوتية. الناس لو في ناس بتحب تحطها في الشاي بلبن أو حاجة. طعمها بالنسبة لي قوي شوية، برضو فيها سنة طعم الكاكاو الدارك أو مرارة الكاكاو دي بسيط كده. آه، ف يعني فيها كده طعم الكاكاو، ناشفة شوية برضو لأن الكاكاو لما بنحطه بينشف العجينة معانا شوية. وده البسكوت بتاع اتوال برضو ارفع شوية من بسكوت تسبس. طعم الكاكاو برضو اللي هو المرارة دي او الدارك تشوكلت كده، زي اكنك بتاكلي دارك تشوكلت، اقل شوية من بتاع تسبس. بس الاتنين طبعا اضافة الكاكاو بتخليهم انشف من البسكوت العادي. وده الشكل بينهم. ده بسكوت الجوز هند بتاع تسبس، عامل 20 قطعة، عاملة 80 جنيه، اللي هي تقريبا 300 جرام أو 250 جرام. أغلى 5 جنيه من بسكوت النشادر والشوكولاتة والبرتقال. وشكلها كمان مختلف، عاملين شكلها مختلف. شكلها حلو ولونها وسواها برضو درجتهم حلوة قوي. اتقطمت معايا بسرعة، ناعمة قوي. تعالوا نشوف طعمها يبقى عامل ازاي. لأ حلوة بجد. ما توقعتش ان هي تطلع كده. لا طعمها جميل. فيها تقريبا قطع جوز هند جواها، ناعمة قوي البسكوتية، تحبي تقعدي تاكليها كده مش محتاجة جنبها لا شاي ولا اي حاجة لانها كده ناعمة خالص. معاكي بصراحة. بسكوت جوز هند حلو قوي. ده بسكوت الجوز هند بتاع اتوال، برضو نفس الشكل اللي هم متعودين عليه. اتقطمت معايا برضو نفس السوا، درجة السوا مظبوطة. شكلها حلو. البسكوتة حلوة بس مقارنة بتسبس، لا تسبس يفوز اكتر، نكهة الجوز هند فيه اقوى، البسكوتية انعم واطرى. وده كان تقييمنا النهاردة للكحك والبسكوت والبيتي فور من عند محلين اتوال وتسبس. تسبس واتوال، انهي احلى انهي احسن؟ صراحة في حاجات هنا احلى وفي حاجات احلى، وهي اذواق شخصية. انا ممكن يعجبني كحك دايب قوي، حد تاني ممكن يحب كحكة متماسكة وطعمها وريحتها فج اكتر، حد بيحب البسكوتية ناشفة يحطها في الشاي بلبن، وحد بيحب ياكلها كده. هنا زي ما قلت لكم، هنا بسكوت الجوز هند في تسبس تحفة جدا وجميل جدا. بسكوت البرتقال في اتوال حلو قوي ومظبوط، وسكره مظبوط ونكهته مظبوطة. بجد البيتي فور في اتوال طعمه حلو، احلى شوية من بيتي فور تسبس. فدي كلها اراء، فانتي شوفي انتوا بتحبوا تجيبوا ايه احلى ايه اقل، واعملوا اللي انتوا عايزينه. وحوار الباكت دوت وفر علينا، انا ممكن اجيب جزء من هنا الحلو وهنا اجيب من المحل تاني جزء تاني، فاللي انتوا عايزينه هاتوه. انا قلت لكم رايي بمنتهى الامانه، ده مش اعلان والله، اتمنى كان اعلان بس هو للاسف مش اعلان. فده رايي الشخصي عن تجربه انا جبته ودقته، وده رايي الشخصي. في نهاية الفيديو، كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، وربنا يرزقكم السعادة والفرحة بدخلة العيد والرزق الوفير يا رب. وأي كحك إن شاء الله من الفرن اللي تحت بيتي هيبسط الولاد وهيبسطنا كلنا. كل سنة وانتوا طيبين وبحبكم، وسلام عليكم.